السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض 3 أفكار للتوزيعات سهلة جدا وتنفع نستخدمها لتغليف الهدايا الصغيرة، وهنعملها بمنتهى السهولة وسريعة ومش هنحتاج غير ورقة وخيط. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نبتدي أهلا بيكم، أنا هبة موسى ودي قناتي مامس كرافت. يلا مع بعض نشوف الخطوات. وهنبدأ بأول فكرة معانا. هيكون معانا ورقة مقاسها 25 في 25، وهنقص ورقة تانية على شكل دايرة هيكون نص قطرها 7 سنتي، وهنقسمها بالطول وبالعرض بالشكل اللي قدامنا ده علشان نقسمها لأربع أجزاء متساوية. وهنرسم الدايرة على الورقة بتاعتنا، وهنحدد الأماكن اللي احنا قسمنا من عندها الدايرة بالشكل اللي قدامنا ده. ودلوقتي هنرسم دايرة تانية متقاطعة مع الدايرة الأولانية في الأماكن اللي احنا حددناها. وهنحدد عليها برضو الأماكن اللي احنا قسمنا بيها الدايرة. ودلوقتي هنعمل أقواس جوه الدايرة في الأماكن دي. ودلوقتي هنقص الشكل بتاعنا، بس نراعي في الخطوة دي ان القص يكون نظيف علشان شغلنا في النهاية يطلع شكله كويس. ودلوقتي بأي قلم فاضي عندنا هنمشي على الأقواس اللي احنا رسمناها دي، وده علشان يبقى سهل علينا ان احنا نتنيها. ودلوقتي هتتني معانا بالشكل ده بمنتهى السهولة. ودلوقتي هندخل الجنبين في بعض بالشكل ده. ودلوقتي هنجيب اي خيط عندنا وهنربط العلبة بتاعتنا بالشكل ده. وبكده نكون خلصنا اول فكرة معانا. شايفين قد ايه سهلة وسريعة ومتاح اي حد ينفذها. ودلوقتي هندخل على تاني فكرة معانا، ومش هنحتاج فيها غير ورقة. هنحتاج ورقة مربعة مقاسها 15 سنتي، وهنتنيها من النص كده، وهنرجع نتني الطرفين بالشكل اللي قدامنا ده. هيتكون عندنا مثلث فوق كده، هنتنيه لتحت بالشكل ده، والطبقة اللي قدام منه هناخدها وندخلها في الجزء ده. وبكده يكون اتكون معانا مكان نقدر نحط فيه الحاجة اللي احنا عايزينها. وانا هنا رسمت عينين وبق وخدود علشان ازينه، ولو مش حابين تعملوا الخطوة دي ممكن تكنسلوها عادي. وبكده نكون خلصنا تاني فكرة معانا. ممكن نسيبها مفتوحة كده، او ممكن نقفل الجزء اللي فوق بالشكل ده. ودلوقتي هنبتدي في تالت فكرة معانا. هيكون معانا ورقة مربعة مقاسها 20 سنتي، وهنرسم دلوقتي مربع مقاسه 11 سنتي. وكل ضلع هنرسمه هنعمل فيه علامة في النص كده.
ودلوقتي هنفتح البرجل على 5.5 وهنرسم نص دايرة عند كل ضلع بالشكل اللي قدامنا ده، وهنقص الشكل بتاعنا بالطريقة دي. ودلوقتي بمسطرة هنبتدي نتني الحواف بالشكل ده. ودلوقتي هنتني قنصاص الدواير على بعض. وبأي خيط عندنا هنربطها بالطريقة دي. وبكده نكون خلصنا تالت فكرة معانا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وإلى اللقاء في الفيديو الجاي بإذن الله.